الإعاقة قضية هامة تشغل كثيرا من المراكز البحثية على مستوى العالم لتوفير وسائل علمية متطورة من أجل الحصول لذوي الاحتياجات الخاصة على أجهزة تعويضية تحقق لهم قدرة التعايش بشكل كامل مع المجتمع. وفي مصر لم يكن شباب المخترعين أقل أهمية من المراكز البحثية العالمية، بل كان شباب مصر المبتكر أكثر ابتكاراً وتميزاً من خلال مشروع قدم وشارك في العديد من المسابقات. هذا المشروع ينحصر في بدلة تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة بعضاً من أحلامهم، بدلة تجاوزت عالم الخيال العلمي لعالم الواقع، تأخذ الإشارة من المخ لتتحرك بشكل سلس، توفر للمعاق حركياً إمكانية التحرك. وقد قام على هذا الاختراع العلمي مجموعة من الشباب، هم مصطفى بدر، مينا جندي، منة الله حفني، محمد حسن، عبد العزيز حسين، محمد رمضان، عبد الرحمن فوزي. قائمة من الأسماء تستحق أن تكون في لوحة الشرف. دايما بنقول فيها حاجة حلوة وأجمل ما فيها عقول شبابها. النهاردة والفقرة بتاعتنا هيكون لينا لقاء مع واحد من الشباب اللي قدر هو وأصحابه إن هم يعملوا فكرة جميلة جدا هتقدر تساعد المعاقين. هنعرف تفاصيل أكتر مع مصطفى بدر الدين عثمان، مهندس لسه الكرتونة متخرج. ألف مبروك. وفي الأول كده عايز أعرف تفاصيل عن مشروع التخرج بتاعك أنت وأصحابك. طيب الفكرة ببساطة شديدة جدا هي بدلة ميكانيكية بتحكم فيها بإشارات مخي. ازاي هي البدله بلبسها وعلى حسب الاشاره اللي انا بفكر الحاجه اللي انا بفكر فيها بتطلع اشاره معينه، الاشاره ديت بتوصل للبدله والبدله بتقوم بتنفيذ الحركه اللي انا بفكر فيها ديت. يعني ببساطه كده انت دماغك بتدي اوردر للبدله وهي اللي يا اما بترفع الايد او بتنزلها او بتمسك او بتسيب، مش كده؟ تمام كده. طيب انت المشروع بتاعك كان معاك كام حد من زمايلك؟ احنا بالظبط 5، يعني احنا كنا 5 وكان معانا ناس مساعدين فكان حوالي 8 يعني. طب الفكرة جات لكم ازاي؟ الفكرة جات لنا ازاي؟ هي احنا في اول السنة طبعا بندور على مشروع نعمله كمشروع تخرج، فطبيعي ان احنا قبل ما بنعمل المشروع دوت بندور على المشكلة اللي هنبني على اساسها المشروع. يعني ما نروحش اعمل مشروع بعد كده ادور ايه المشكلة اللي هو بيحلها، لا انا ادور على المشكلة الاول وبعد كده اشوف هحلها ازاي وعلى حسب المشكلة ديت بعمل المشروع بتاعي يعني. بس فكنا خدنا حوالي 3 اسابيع او شهر بنعمل برين ستورمنج وبندور ايه المشاكل اللي ممكن نحلها، ايه اللي احنا محتاجينه، ايه مثلا الحاجه اللي احنا لو لقينا لها حل هنعرف ننفذها. فكان فكره مساعده المعاقين او ان احنا نلاقي حاجه تحل المشكله ديت او تضيف قيمه لحياتهم او تعوضهم عن حاجه مثلا حتى لو بجزء بسيط مثلا، فدي كانت الفكره اللي هي اللي بنينا عليها اساس المشروع يعني. طيب يعني أنا عايزة أعرف الكفاءة بتاعة البدلة دي، يعني أنا لو حد عنده إعاقة مثلا في إيديه يقدر يلبسها طول النهار ويتعامل بيها طول النهار ولا ليها وقت معين، يعني مثلا ساعة ساعتين؟ هو اللي احنا وصلنا له دلوقتي ان اكيد طبعا احنا ما وصلناش للايديال بتاع المشروع، بس هي الفكره كلها ان هي البدله بتشتغل بضغط هواء، ففي زي كونتينر هواء بيبقى مليان هواء مضغوط، هو ده اللي زي بالظبط الباور سورس بتاع البدله يعني. بس فهو بيحتاج يتشحن كل فتره على حسب الاستخدام، يعني انا بستخدمها كتير ممكن يتشحن كل ساعه، لو استخدامي قليل ممكن تطول معايا. طبعا في الديفلوبينج بتاع المشروع دوت احنا ممكن نزود الكباسيتي بتاعت الكونتينر دوت او نضغط هواء زياده بحيث ان البدله تقعد وقت اطول يعني. طيب انتوا الفكره بتاعتكم قايمه على معظم الاعاقات ولا خصصتوا اعاقه معينه؟ يعني عشان بس الناس تقدر تستوعب انت الفكره بتاعتك هتخدم يعني انهي انواع من الاعاقات. جميل. يعني هي الفكره كفكره ممكن تخدم اي واحد، يعني حتى لو مش معاق، لو هو انسان طبيعي ممكن تخدمه وتساعده ان هو مثلا يشيل وزن زياده او تساعده ان هو يعمل حاجه. بس هي الفكره ان هي ممكن نتارجت مثلا الناس اللي عندها قطع مثلا لا قدر الله في ايديها في اطرافها، الناس اللي عندها شلل مثلا رباعي ولا حاجه ما بتقدرش تحرك ايديها. بس هي المشكله اللي ما بنقدرش نتارجته الناس اللي عندها مشكله في المخ فما بيطلعش الاشارات كويسه. فهمت قصدك. طالما الاشارات خارجه من المخ كويسه ومظبوطه، فانا
البدله هتشتغل معاه زي الفل. لكن لو في مشكله مثلا في الاشارات اللي بتطلع من المخ نفسه، دي بتبقى صعبه عشان وانتوا احنا جربتوها على حالة يعني قبل كده؟ احنا جربناها على حالة قبل كده، وجربناها من غير ما يكون حد لابسها. يعني هي يعني ككونسبت انا دلوقتي ممكن البس السنسور والبدلة جنبي والبدلة بتتحرك، فايا كان مين اللي هيلبسها فهي اه هتشتغل معاه يعني. طيب انتوا الفكره بتاعتكم حقيقي هايله يعني. ربنا يخليك. يعني انا لما بسرح كده بخيالي وبشوف ان هي لا نجحت واتنفذت، حاسه ان هي هتفرق في حياه ناس كتير جدا. تمام، هي فعلا يعني احنا اساسا اللي خلانا نعمل الموضوع دوت ان احنا حسينا ان هي ممكن تضيف قيمة للبني ادم اللي اه ممكن يستخدمها او اللي مش قادر يعمل حاجة هيستخدمها يعني. بس فكان حافز كبير جدا لينا يعني. طيب احنا لما عرفنا الفكره بتاعتكم او مشروع التخرج بتاعكم نزلنا الشارع وسالنا مجموعه من الناس وشرحنا لهم الفكره بتاعتكم وخدنا شويه انطباعات كده عن المشروع بتاعكم. تيجي نشوفه؟ يلا بينا. والله هي كويس يعني ان الناس دي فكرت اللي هي تعمل في الناس ديت اساسا اللي هي تعمل حاجه زي كده، وان هي تفكر في ناس اللي هم يخلوهم يعيشوا عيشه طبيعيه زينا بالظبط، وان هم ما فيش حاجه توقفهم. والله هي فكرة حلوة يعني، فكرة حلوة ومستقبل كويس للشباب يعني، وأنا بفضل إن يطوروا أكتر من كده ويبقى يعني شغلهم يعني متطور أكتر من كده وفكرهم أكتر من كده يعني. بيدوا امل لناس محتاجه الامل ده فعلا ويا ريت الشباب اللي اخترعت الجهاز ده تكمل المسيره وتكمل الفكره بتاعتهم. ويا ريت والله الدولة تدعمهم على أساس إن هم أكيد محتاجين دعم وإمكانيات وفلوس بحيث إن هم يقدروا يطوروا من نفسهم. وأنا عن نفسي واحد من الناس بشكرهم جدا جدا. الفكرة جميلة والجهاز طبعا أكيد هيفيد ناس كتير وكمان عشان الناس ما تبصش ليهم ان هم يحسوا ان هم قليلين عننا، لازم يحركوا ايديهم ويحركوا جسمهم زينا زيهم. برافو طبعا لشباب مصر والف الف مبروك بجد، شباب زي الفل وده مش غريب عليهم، ده بجد مش غريب عليهم. ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك لكم يا رب، وان شاء الله هنشوف منكم ابداعات، وباذن الله اول ما البلد هتتحسن انا عارفه ان مصر هتطلع اكتر من كده، طول عمرها ولاده. الفكرة جميلة وتقريبا مفيش حد يقدر يسمعها إلا ما ينبهر يعني. ربنا كل يخليك. الناس مبسوطة جدا بالفكرة. ربنا يخلي عليك يا رب. طيب قول لي انتوا دخلتوا مسابقات بقى بالمشروع بتاعكم؟ احنا دخلنا يعني ابرزهم كان يوم الهندسه المصري، خدنا جايزتين، خدنا جايزه اوتوميشن من IEEE وخدنا مركز تاني روبوتكس في المسابقه يعني. طيب انا من اجابتك عايزه اسالك على حاجه مهمه جدا. يوم الهندسه المصري، لو حبيت كده ان انت تشرح للناس اللي بيحصل في اليوم دوت والافكار اللي بتبقى موجوده في اليوم دوت. جميل. يوم الهندسه المصري هو عباره عن يوم بيتجمع فيه مشاريع تخرج من جامعات مصر كلها، يعني اي حد في اي جامعه بيقدم بمشروع التخرج بتاعه وبيعرضه، بحيث ان الطلبه مثلا لسه ما اتخرجتش بتروح تاخد فكره عن المشاريع، ناس بتبقى عايزه سبونسرز مثلا، ناس اصحاب شركات بيبقوا عايزين يتبنوا مثلا فكره معينه بيروحوا يتفرجوا لو حاجه عجبتهم، وبيبقى في زي تقييم للمشاريع ديت، وبيبقى في بقى مراكز، يعني مركز اول مركز تاني، بتبقى على حسب بقى قوة المشروع او اللي هم وصلوا له في المشروع يعني. الفكره بتاعت البدله بتاعتكم ازاي اقدر اوصلها لكل محتاج الفكره نفسها يعني؟ تمام. هي الفكرة يعني ببساطة شديدة جدا، احنا حتى لما كنا بنعرض المشروع ولا حاجة في معرض او مسابقة، كنا بنلاقي حد يعرف حد تاني من قريب او من بعيد ان هو عنده مثلا اصابة لا قدر الله او حاجة، وبيدور على اي امل ان هو يقدر يحرك دراعه تاني. فالفكرة كلها ان احنا لو قدرنا ان احنا نخلي المشروع دوت برودكت على ارض الواقع وينزل كبرودكت يتباع يعني، والناس تقدر تستخدمه، اعتقد ان ده مش محتاج ان احنا نوصله، فهو طيب هيوصل لوحده لو يعني. اتكلمنا على الفكره بتاعتكم كمنتج، هيخليني اسالك كذا سؤال. اولا البدله تقيله؟ على حسب احنا في اي مرحله، يعني احنا المرحله ديت احنا مجرد بنعمل بروف اوف كونسبت وبنعمل بروتوتايب، واحنا اللي صارفين على البدله من جبنه، فبنجيب حاجات بدائيه بتبقى وزنها تقيل وحجمها كبير. انتوا عندكم تصور لان انتوا لو حولتوا الفكره بتاعتكم لمنتج ممكن يبقى شكلها ازاي او الخطوات بتاعتها تبقى ازاي؟
هي الفكرة كلها ان احنا مثلا لو ان شاء الله لقينا حد كسبونسر او حد يفند المشروع دوت، احنا هنقدر نجيب كومبوننتس اخف، كومبوننتس الافشنسي بتاعتها اعلى، الكفاءة بتاعتها اعلى بكتير، بحيث ان انا اقدر اقلل الوزن بتاعها على قد ما اقدر واظبط شكلها على قد ما اقدر، والكفاءة بتاعتها تبقى عالية. يعني ما خلاص ان انا دلوقتي عندي منتج كامل، بس هي محتاج شوية صرف. انت قلت لي ان انت اشتغلت على المشروع بتاع التخرج بتاعك انت و5 تاني من زمايلك، تمام. وكان في 3 مشرفين على جميل. الفكرة بتاعتكم، بالظبط. يعني تقريبا كنتوا 8. تمام. طيب الشغل بينكم كان عامل ازاي؟ روح الفريق كانت عاملة ازاي؟ الاقتراحات، التنفيذ، كلمني اكتر عن الفترة دي. تمام. بص، هي الفكرة يعني كان سبب من أسباب إن إحنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا في المشروع، يعني إن إحنا كنا صحاب في بعض، فالروح كانت عالية جدا. مفيش تشحنات ما بيننا وبين بعضينا، ما بنتخانقش كتير، أو أكيد كنا بنتخانق بس ما بنتخانقش كتير. آه، بنعرف نظبط الدنيا مع بعض. يعني لو واحد مثلا محتاج حاجة التاني بيساعده والكلام ده، يعني مش شغالين كفورمال وورك يعني، او بشكل رسمي. بس فده كان بيساعد كتير جدا ان احنا في البروجرس بتاع المشروع يعني. طيب طبعا طبيعة الدراسة في هندسة صعبة جدا وبتحتاج شغل كتير جدا وبيأثر على الشخص. قولي انت الدراسة أثرت عليك ازاي؟ الدراسة قلبت معايا بان انا عندي باور عايز اطلعه، فبقيت اعمل حاجات يعني تكاد تكون اب نورمال يعني. فبقيت بطلع مثلا بنطلع رحلات كتير، بطلع مثلا بصور فيديوهات، بنزل اصور يعني خلت الاكتيفيتيز عندي بتطلع كتيره بشكل يعني كتير. بتطلع طاقة في تقريبا طبعا في يعني نشاط فني. يعني انا ما اعرفش ان انا يعني انا قعدت اول سنه اول سنتين مذاكره، واللي هو لا مفيش في وقت لأي حاجة. فاللي هو لا في باور بيبقى عند الواحد لازم يطلعه، لو ما طلعوش هيحصل له حاجات اكتئاب بقى، وهتلاقي دقنه تولت ها وحاجات غريبه كده. طب انا عايزه اقول لك ان هما دايما بيقولوا على طلبه هندسه ان هما جد وما عندهمش وقت لاي حاجه. انت الكلام ده يعني اعتقد ان انت نموذج مختلف. لا هو يعني هو على حسب. يعني في ناس بتبقى واخده الطريق جد 100%، وعايزه توصل بقى ان هي طيب انا عايزه اقول لك ان انا عارفه ان انت زي ما قلت لي ليك نشاط فني، واحنا عارفين طبعا اغنيه هابي اللي كذا كذا كليه وكذا جامعه طبعا عملت نسخه منها. طبعا انا اكيد. عارفه ان نسخه هندسه حلوان انت كنت موجود في الفيديو ده، مش كده؟ كنت موجود في الفيديو. تمام. طيب ايه رايك نشوفه مع بعض ونكمل مع بعض الكلام بقى عن المشروع طبعا. بتاعك؟ What happiness is to you, because happy clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me
طبعا شفنا مع بعض الفيديو بتاع اغنيه هابي، حاجه جميله جدا ومبهجه، ما تتوقعش ان دول طلبه هندسه خالص. دي حقيقة. طيب احنا قلنا ان الدراسه صعبه وبتاخد وقت كتير وبتاخد كتير من حياتك. النشاط الفني او المواهب اللي عندك، انت ايه المواهب اللي موجوده عندك تاني غير طبعا الدراسه؟ والله انا اكتشفت مؤخرا موهبه كده طلعت مره واحده، ما اعرفش طلعت منين. كنت قاعد بذاكر وزهقت، فانا دايما بفتح اللابتوب بخليه وبشغل اغاني وبقعد اغني معاها وانا بذاكر كنوع من التسليه يعني. ففتحت الكاميرا وبدات اسجل، فطلع فيديو لإيهاب توفيق. والفيديو ده يعني نزل على الفيسبوك واتشهر جدا والفيوز بتاعته زادت. طب الرقم ده مش بيلعب في دماغك كده شويه ان انت تحول الاتجاه بتاعك من هندسه لفن؟ والله يا ريت انا عندي استعداد كامل ان انا احول. طيب هرجع تاني لمشروع التخرج بتاعك. تمام. عايزه اعرف ايه المعوقات اللي واجهتكم وانتوا بتنفذوا الفكره بتاعتكم؟ فلوس. الفلوس؟ فلوس وروتينيات يعني. طب ايه الروتين اللي وقف قدامكم؟ انتوا بتعملوا مشروع تخرج، مش محتاجين حاجه مثلا موافقات من موظفين او حاجه زي كده؟ هي مش كده، على قد ما هي مثلا لما نيجي مثلا نجيب حاجه من بره بتبقى محتاجه تصاريح، نروح وزاره معرفش ايه الكلام ده كله. اللف ده كله بيبقى بيبطئ من البروجريس بتاع المشروع وبيكلبش الدنيا شويه يعني. في حاجات تانية زي مثلا لو في فلوس دعم المفروض الكلية بتصرفها ولا حاجة، طبعا بتاخد وقت على ما بتطلع. ده لو طلعت حاجات من دي يعني، بتبقى حاجات ممكن تكون تفاصيل صغيرة بس بتعطل الشغل جامد يعني. مصطفى، انت مش حاسس ان فكرة مشروع التخرج بتاعك وبتاعت زمايلك شبه شوية افكار الافلام بتاعت الخيال العلمي؟ دي حقيقة. هي اصلا الفكرة بالنسبة لي انا لما كنت عرضت المشكلة، الفكرة اساسا جات لي منين؟ انا كنت هو انت صاحب الفكرة؟ انا صاحب الفكرة. فمن ساعة ما دخلت اعدادي هندسة وانا دماغي كانت، انا بحب افلام الساينس فيكشن والخيال العلمي والحاجات ديت. فانا دخلت هندسه عشان اعمل ايرون مان. والله. بس فكنت كل لما اكلم حد، يا ابني اللي انت بتقوله دوت، ويتريق وبتاع. بس هي الفكره، انا كان نفسي فعلا اعمل ايرون مان. الكونسبت اللي هو البدله الميكانيكيه اللي بتحكم فيها باشارات المخ. بس فهي كانت الفكره اساسا خيال علمي من الاول. كانت ايرون مان، وكان دكتور اوكتوبوس في سبايدر مان 2 اللي كان عنده دراعات بيتحكم فيها بمخه. الفكرة بصراحة كانت داخلة دماغي جدا، وده اللي خلاني ادور وراها يعني. لا يعني انا اقدر اوعدك ان انت ان شاء الله هتعرف تعمل ايرون مان. بس رب. احنا دلوقتي معانا فيديو لمجموعة من الناس لما شرحنا لهم الفكرة بتاعتك كان عندهم شوية اسئلة. ايه رأيك أكيد. نشوفها أكيد طبعاً. ونرجع نجاوب عليها مع بعض؟ اكيد طبعا. يلا بينا. هل سعر الجهاز هيبقى رخيص ولا هيبقى غالي كتير؟ تقدر ان الناس البسيطه تشتريه؟ حد عنده جزء مبتور من جسمه، ايده او رجله، الجهاز ده هيعوض ولا هو بيحرك الجزء اللي هو فيه عجز بس؟ الجهاز ده هيحرك القدمين ولا مش هيحرك القدم وهيحرك الايد بس؟ ده انا عايز افهمه منهم طب بس. هل الجهاز دوت هيقدر يحل محل الاجهزه التعويضيه؟ لو في دوله اجنبيه وافقت ان هي تمول الشباب دول هتعملوا ايه؟ اهل بلدكم دولت اللي هيستفيدوا بيها ولا بره؟ طبعا اسئله كتيره الناس موجهه لك للمشروع بتاعك بتاع التخرج. اول سؤال الناس سالته سعر البدله، يعني هي تكلفه ان انت تقدر تنتج بدله زي دي كلفتكم حوالي قد ايه؟ هي كلفتنا حوالي 8000 جنيه. طب لو انا يعني هنزلها للناس اللي محتاجينها، هنزلها بنفس السعر ولا هتبقى اعلى او اقل؟ والله هي على حسب يعني. احنا ممكن تفضل في نفس الرينج، لان انا هزود تكلفه كومبوننت وفي نفس الوقت هعمل كذا خط انتاج. فالتكلفه بتقل من ناحيه وبتزيد من ناحيه. يعني تقريبا ممكن تبقى في نفس السعر. ولو قارنا السعر دوت بالاسعار اللي هي الموجوده في بره، لو حاجه مشابهه او مماثله في الدول اللي بره يعني، هتلاقي ان السعر ده قليل جدا يعني. بره الحاجات دي ممكن توصل تكلفتها ل 30000 و40000 وارقام خياليه يعني. طيب السؤال التاني برضو اللي توجه للمشروع بتاع التخرج بتاعكم، لو اي حد عنده اعاقه في رجليه، هل احنا نقدر نطور الفكره ان هي كمان تشمل اعاقات القدم؟
اكيد طبعا. هي الفكره اساسا بتاعتنا هي كانت بدله كامله، بس احنا اشتغلنا اشتغلنا على الجزء الفوقاني اكتر، لان يعني امكانياتنا محدوده والوقت كان محدود عشان نخلص الفيز ديت قبل المناقشه بتاعه المشروع. بس طبعا لو في فند او في حد سبونسر او حاجه، احنا ممكن تقدر تعمل البدله كامله. طيب السؤال الثالث اللي كان برضو الناس وجهته ليك، هل البدله دي تقدر ان هي تحل محل الاجهزه التعويضيه، يعني تبقى بديل ليها؟ اصلا الاجهزه التعويضيه اللي موجوده دلوقتي هي مجرد شكل بيعوض بس مكان. يعني هو مجرد انا مثلا لا قدر الله ايدي مقطوعه ولا حاجه، فهو مجرد شكل بلاستيك او خشب ما اقدرش اعمل بيه اي حاجه. يعني هو مجرد بس بيملى هدوم وخلاص. البدله بتاعتي مختلفه، البدله بتاعتنا مختلفه تماما في ان هي لا بتعمل فانكشن. طيب السؤال اللي بعد كده، انتوا الفكره بتاعتكم دي عظيمه، وحقيقي اي حد يسمع عنها فكره انسانيه واكتر من هايله. انتوا علشان تقدروا ان انتوا تنفذوها ويبقى في خط انتاج، طالبين ايه من الدوله؟ طبعا سبونسر، حد يدينا فلوس ان احنا نقوم المشروع دوت. طبعا مثلا احنا عندنا ما عندناش مثلا مكان نشتغل فيه زي ما يكون عندنا مصنع. مثلا احنا لو عندنا مصنع هيبقى عندنا الادوات وعندنا الماشينز وعندنا الحاجه اللي هنعرف نستخدمها ونطلع البرودكت ده في احسن efficiency واحسن صوره. محتاجين ايه يعني؟ ممكن شويه تصاريح كده، شويه تسهيلات. شويه طيب تسهيلات. قول لي الفكره بتاعتكم، اي حد يسمعها اكيد هينبهر بيها زي ما قلنا. لو اتعرض عليك ان الفكره تتنفذ بس في دوله تانية، توافق ولا؟ اوافق ولا لا؟ والله هو السؤال ده صعب جدا. يعني هو انا لما يعني احنا لما بنعمل حاجه احنا بنعملها علشان بلدنا. يعني حضرتك لو شفت المشاريع وشفت الحاجه، بتبقى المشاكل اساسيا، المشاكل اصلا بتبقى طالعه من البلد. يعني احنا بندور مثلا مشكله ميه ازاي نحلها، مشكله تلوث ازاي نحلها. فالمشاكل دي احنا بنحاول نفيد بيها البلد، فما بيبقاش في دماغنا ان احنا نعملها البلد بره. بس يعني ممكن نخليها بلان زد لو بس موجودة يعني. بس طيب مصطفى بدر الدين عثمان، يعني نتمنى لك انت وكل زمايلك التوفيق، وفكرة حقيقية اكتر من هايلة. بس احنا وقت الفقرة بتاعتنا خلص. وان شاء الله نشوفك في حلقات تانية وافكار تانية كتير، اكيد ان شاء الله، او فيديوهات فنية تانية. او فيديوهات فنية تانية. ميرسي جدا يا حبيبي. ميرسي ليك. طيب مشاهدينا، وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده. مستنيين اي حد فيكم عنده فكرة جديدة او حاجة فيها امل يبعتها لنا على صفحتنا على الفيسبوك، ونشوفكم الحلقة اللي جاية وفيها حاجة حلوة.